الجيش الجزائري فيما يخص قضية التفجيرات الغامضة الرد بنفس الأسلوب وبنفس الدرجة. كذب عليك، هذا هو الحل. الحل الآخر الردع، نقدروا له احنا. واش عم بالك؟ المغرب شحال يصدم، شحال يصمد أمام الجزائر؟ المغرب شحال يقدر يصمد المغرب أمام الجيش الجزائري؟ أقسم لكم بالله العلي العظيم، يا الجيش المغربي لن يستطيع الصمود أمام الجزائر 24 ساعة. 24 ساعة، ما نقولوش 10 سوايع، 24 ساعة. الجيش الجزائري يبلع الجيش المغربي. ديجا على بالك باللي احنا منتصرين عليهم سيكولوجيا. الجيش المغربي منهار، منهار بشكل كبير. وأون بليس دو سا، الاتفاقية الدفاع المشترك اللي دارها مع إسرائيل خلاته يعيش فراغ داخلي، صراعات داخلية. منتهي الجيش المغربي. نقول لك القذائف الأولى التي سيطلقها الجيش الجزائري باتجاه المغرب هروب، ما يقدروش يواجهوا، انسحاب عنيف. من بعد هاو الجيش الجزائري دمر المغرب. ومن بعد المغربي واش راح يدير؟ تخيل معايا، افونسي في التحليلات شويه، استشرف. على بال بلي الكلمه هذه صعيبه عليك، استشرفت شو؟ هاو الجزائري تستعمل سياسه الردع ودمر المغرب. ومن بعد راح يبكي. بارك الله فيك، كيما راك دير نتايا، تستفزني، تجبد اسمي باش انا نطيح لك. انت مغربي، انت مخزني، انت مخزني، انت عندك لا ديال مخزن مربي معاهم ولا مش عارف. اذا انت لما الجزائري المغربي يستفز المغربي، الجزائري المغربي لما يستفز الجزائري راح تستخدم امامه سياسه الردع. والردع وشنو هي؟ هي الرد بقوه وتمحيح. ومن بعد هيا انتهى الارسال وكل واحد يروح لدارو، ما كان والو، خلاص المغربي سيستسلم وما كان والو. هاي من بعد واش راح يصرى؟ لي سانكسيون كونتر الجيري والتحالفات، وتخرج فرنسا تبكي على المغرب، وزيد اسرائيل والامريكان تربح لك العيب، تقول لك انت شريك غير معتمد، لا يمكن الاعتماد عليك، انت شريك متهور. كل الشيء اللي كنت تدير فيه منذ سنوات ينهار، ينهار. كل حلفاء المغرب سيستطيع تجنيد اوروبا في ظرف ساعات. في ظرف ساعات كل اوروبا راح تصطف حول المغرب وتتضامن معه، والاتحاد الاوروبي راح يصدر عقوبات ضد الجزائر. ومن بعد سبقني، ضربني وسبقني وشكا. بارك الله فيك. تخمم ما بعد. فهمت؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ اللي راه قاعد معاك كشف مخططات البيت الابيض. عمي انا قعد في الطابور، يقعد تسمع. انا اعطيت لكم سكانير تاع المخططات اللي كانت تواجه الجزائر قبل ان تبدا. انا قلت لك ها واش راح يصرى. حكيت لك مام على سيناريو اليونان، حكيت لك على الاصطدام الثنائي القطب اللي راح يصرى في اوكرانيا وفي الجزائر قبل ان يحدث. حبيتوا تطبعوا الجزائر الحرب، علاه؟ احنا جبابره حنايا. هكذا كانوا يقولوا. صدام شكون اللي طبعوا للواد؟ اللي كانوا يقولوا له انت صلاح الدين الايوبي، اللي كانوا يقولوا له انت يا صدام ما كاش جيش يغلبك، انت اقوى جيش في المنطقه. وصلوه الى حبل المشنقه. وانت عن بالك انت الناس اللي راهم يتبعوا في الفضاءات التواصل الاجتماعي، زعما وكان لقاوني غلط ما يقولوا ليش. جاي انت تقول لي زعما ما تزيدش تهضر على هذه وتزيد تهضر على هذه. يا اخي جاهل، يا اخي امي، يا اخي، يا اخي، يا اخي عبقرينو، يا اخي، يا اخي عبقرينو، يا اخي، يا اخي، يا اخي، يا اخي. واش راه رافد الفضاء التواصل الاجتماعي في الجزائر؟ مستوى منحط، مستوى منحط. السياسه لا تمارس بالقلق والفخر، وتمارش بعقليه ابا جهل. عندكم عقليه قريش، وحنا ومنا وكدا وقادرين نمحو منا. العاقل، العاقل، العقل هو الذي يحكم القوة.